السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جيتكم بحلاوة الطحين، سويتها بمناسبة ذكرى استشهاد نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام. مكوناتها كلش بسيطة. هذا طحين عندي، هنا خليت 5 أكواب بهذا الكوب القياسي شفتوه، وهاي خليت الجوز واللوز نحمصه شوية تحميصة خفيفة للزينة. خليت دهن وخليت زبد، خليت تقريبا الكل كوب طحين ملعقتين دهن، وهذا عندي تقريبا نص قالب زبد، وضفت يمكن خاشوقتين 3 ويا زيت. نخليه، أهم شي إحنا نظل نحمس بيه الشغل كله، بنقعد نقلب بالطحين. طبعا شوية يراد له تعب بهاي المرحلة. طبعا هاي الحلاوة أني يعني ما أسويها، يمكن هاي ثاني مرة أني أسويها بحياتي كلها، ما مسويتها. نظل نحمس بيه. تشوفون أول ما تخلون الطحين على الدهن تشوفون إنه عبالك يعني نشف، لأن هو بسرعة يمتص الدهن. بعدين من تظلون تقلبون بيه راح شوي يصير أنعم، وراح يبدي الدهن يطلع شوية شوية. طبعا احنا قلنا المرحلة الأكثر يعني اللي هي التعب هي التقليب مال الطحين حتى نحصل على اللون اللي احنا نريده. ايش قد ما يكون لونها يعني طوخ تصير أطيب. نظل نقلب بيه. طبعا هي هاي مكوناتها بسيطة. آه، هاي حلاوة طحين مو حلاوة شوكولاتية، هاي تختلف. شلون حلاوة طحين التمن، هاي حلاوة طحين وحدها. طبعا بالمناسبة هاي طحين حصة مو طحين الزيرو، طحين حصة يعني مو الطحين الصفر. هاي هسه هنا مرحلة ثانية، بعد احنا نريد لون يصير أطوخ. نظل نقلب بيه نستمر لا نحصل إلى اللون اللي نريده. يا ريت منكم توصلون هاي المرحلة من الفيديو، تعطوني لايك وتفعيل زر الجرس، وأرجو منكم الاشتراك بقناتي. طبعا هاي بعد احنا نريده أكثر من هيك لون. انتو صح تشوفوه صار لونه يعني طوخ، بس مجرد انه تخلوه للمي تخلطوه رأسا يفتح لونه. ثاني قد ما قلبت بيها وصار لونها بعد أطوخ من هيك شي، مجرد خليت له مي فتح لونه. بس هي صار لونها وسط حلو، لا طوخ كلش ولا باهت. هاي بعد مرحلة أخرى للحمص. طبعا قلت لكم هي الراد لها إنه تقليب مستمر مستمر مستمر. إذا أكو أحد وياكم يساعدكم عادي بالتقليب حتى ما تتعبون. إن إحنا مكوناتها بسيطة. المي نسيت أحكي لكم على المي. المي عينك ميزانك. أنا ذيك الصراحة يمكن هسه تشوفون خليت لها هاي اللي 5 أكواب من الطحين خليت لها 3 سراحيات. هاي الخضرة دا تشوفوا هذا طالعة لكم. خليت لها، ومن نخلي لها المي يعني ما نخلي لها دفعة واحدة. طبعا أكو بيهم يسوون يعني يفورون المي يعني الشيرة يحضروها. هسه بديت أضيف المي شوية شوية، لازم سريع سريع. شوفوا شوي هنا ارتبكت، فبسرعة يقوم يمتص المي. نضيفها شوية شوية حتى لا تفصص عندنا وتتكتل، وحركة سريعة وياها أيضا. أنا أيضا راح أستعمل الخفاقة اليدوية. هنا شوية تبقي تصير ثقيلة بحيث بصعوبة نقدر نحرك بيها. شوفون أضيف المي شوية شوية. قلت لكم المي أكو بيهم يحضروها الشيرة هي تكون فايرة، أنا يعني منعا بصراحة يصير بخار وهذا يعني منعا للأذية. سويت عادي مي بارد والشكر حطيته وطعمها صار كلش طيب. هسه تشوفون استعملت هذا الخفاقة اليدوية أحسن حتى ما يصير بيها أي شي. هاي هنا أنا عندي طحنت الهيل، خليت وياه شكر حتى يتحرك عندي بالخلاط. هاي هيل طحنت، قلت خليت وياه شكر على مود الهيل يتحرك بالخلاط وينطحن. هسه حنضيف لها شكر. الشكر طبعا حسب رغبتكم. أنا هنا خليت 5 أكواب وتقريبا ضفت السادس. هسه هاي 5 أكواب تضيفوها. الحلاوة مالتها كان كلش معتدل، والدسومة مو دسمة. يعني قلت لكم كل كوب طحين خليت له ملعقتين من الدهن،
وخليت وياه نص قالب زبدة. هاي هنا تشوفوا رشة ملح بسيطة، احنا دائما الأشياء الحالة لازم تخلي لها رشة ملح. طبعا بقدها وأقل منها أيضا خليت رشة ليمون دوزي اللي هو حامض الليمون. ضفت لها الهيل، وأيضا أنا ما طالع بالتصوير عندكم، ضفت لها عندي نكهة التوفي، بس مو كلش. هاي السراحية شوفوها استعملت 3. طبعا وأقدر أني أخفف بعد، لأن ظلت تتهدى على عين كلش هادئة، على النار هادئة، صارت كلش ثخينة. طبعا صار وقت صلاة، خليت بنتي بعدين قلت لها ظلي شوية حركي بيها بين ما أصلي ونرجع ورا الصلاة إحنا بدينا نوزع. هاي شوفوا شلون صارت حلوة ما شاء الله. طبعا أني أول مرة من سويتها غير طريقة أتذكر، وكانت هم بوقتها طلعت حلوة. إذا أقول يعني ما أخفيكم بال 2006 أني سويتها ثواب يعني. أني حمست الطحين وخليت وياه بعدين الشكر تكرمل بحيث، بس شنو ذيك كانت صعبة، لأن الشكر من تبدين تخلين عليه مي يبدي شنو يكتل، أيضا يراد لها حركة وخوط مستمر. هاي شوفوا شكلها كلش حلو. ما ضفت لها أي شي، لا حليب لا قشطة لا أي شي، الحلاوة مال أهنن مثل ما نقول مال قبل. كملت طبعا هنا أنا حضرت المواعين، قلت لبنتي طلعين عندي سفريات، شنو عندي سفريات أني طلعتهن وصبيت بهن، من يصير عندنا ثوابات وهاي يصير زيادة عندنا فنحضرهن وصبيت بيهن. هاي هنا بنتي الصغيرة بدت تزين الجوز واللوز، كسرناه وحطيناهن هيك تحميصة خفيفة يصير طعمه طيب وريحته طيبة. وهنا صبينا ما شاء الله هاي 5 أكواب، دا تشوفون هاي المواعين، وعندي كاسات صغار صارت 35 صبيتها، خليت وزعت لجيراننا ما شاء الله. إن شاء الله يا رب يتقبل من عندنا ونعزيكم باستشهاد نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هاي كملنا ونحضره، قلت لكم ورا الصلاة أهم شي الصلاة، صلينا وبدينا نوزع الجيراننا. لازم أني بنتي الصغيرة اللي هي اللي تشاركني بالتوزيع، تحب هاي الفقرة، هي دائما تقول لي سوي أريد أوزع، لازم شو تشوف المناسبة ليش ما نسوي ليش ما نسوي. فأني طبعا مو يعني مرات الواحد ما يقدر، يعني يكون تعبان أو شي ظروف، اللي أقدر عليه نسوي في سبيل الله. هاي طلعنا نوزع دنيا ليل صارت ورا الصلاة. هاي بنتي وأني طلعنا نوزع لجيراننا، أتمنى من عندكم تجربوها. طبعا صارت طيبة وحالاتها معتدلة ولونها حلو. لا تنسونا باللايك والاشتراك.